لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونصلي ونسلم على خير خلقك، خير من علم عن ربه وعلم، خير من قال عنه مولاه، وإنك لعلى خلق عظيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها كل أمر عسير، صلاة ترضيك وصلاة ترضيه وصلاة ترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، أيها الأفاضل، أيها السادة، أيها الأشراف، مرحبا بكم وأهلا. أحللتم أهلا وجئتم سهلا، فمرحبا بكم بين إخوانكم من قبيلة المغازية الأشراف، يرحبون بكم أشد الترحيب، فمرحبا بكم جميعا أولا. وها هو مؤتمرنا في هذا اليوم العظيم، هذه الأيام المباركة التي تتجلى فيها رحمة الله على عباده، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فاللهم يا رب العالمين ندعوك فاستجب لنا أن تصيبنا نفحة من عين رضاك لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. وخير ما نبدأ به مؤتمرنا هذا ولقاءنا هذا هو القرآن الكريم لفضيلة الشيخ رضوان المطعني، فليتفضل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا بالميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها
ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت وفيما أحكمت، قلت وقولك الحق. فعلا إنه لقرآن كريم، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، إنه قول رب العالمين. نعود إليكم أيها الأفاضل، أيها السادة، أيها الأشراف، أيها الفضلاء، أيها الحضور، يا من حضرتم إلينا وشرفتمونا وشرفنا بقدومكم. أرحب بكم جميعا، أرحب بالسادة الأشراف الجعافرة، كما لا يفوتني أن أرحب بالسادة الأشراف الأبطحية، وأرحب بالسادة اليافعية، وأرحب بالسادة الكلابية، وأرحب بالسادة الأشراف الحسنية. أرحب بكم جميعا، فمرحبا بكم بين إخوانكم من أبنائكم المغازية ومن عائلاتكم. مرحبا بكم. كما لا يفوتني أن أرحب بمن جاءوا وقطعوا الفيافي والصحاري والبلاد وجاءوا إليكم ليشاركوكم هذا الاحتفال الجميل من أبناء البحيرة وأبناء سيناء وأبناء المحافظات الأخرى. فنرحب باسمكم جميعا واسم نيابة عن السادة المغازية بالحاج سعد حبيب كبير عائلة حبيب الذي جاء نيابة عنهم من محافظة البحيرة. كما أرحب باسمكم بالسيد طاهر عبد الرحمن المغازي الذي جاء أيضا من البحيرة نيابة عن عائلته. كما أرحب بأبناء الزرقاني المغازي الذين جاءوا من سيناء ومن القاهرة نيابة عن عائلتهم. أما أنا فأنا مغازي بين جعفرين، فأنا أبي جعفر وجدي مغازي وجدي جعفر، مغازي بين جعفر، فأنا ابن الحليبين كما يسمونها، ابن الحليبين جعفر والمغازي. طلق علي الاثنين في كل الحالات. رحب بكم جميعا ومرحبا بكم وعدا وسهلا، ونحن في غاية السعادة، وأنا بين إخوان وبين أهلي وبين قبيلتي وبين الأشراف، بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم علم الوجود وأنس ورحمة في خلق بين الخلق، فهم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وعلى آل محمد. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا أريد أن أطيل عليكم، فالكلام عن الآل البيت إذا تكلمت فيه فإنما هو غيض من فيض وقطرة من بحر، فالكلام عنه لا يمل ولا يكل، لأنه الحديث عن أقرب ناس لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحد من الناس قابل ابنك وعمل معه معروف فأنت تحب هذا وتشكره لأنه فعل في ابنك معروفا، ابنك، فما بالك أن تفعل في أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاملهم وتقابلهم وتحترمهم احتراما لجدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل الكرماء، السادة الأشراف جميعا، مرحبا بكم. وأما الآن فمع كلمة الافتتاح يلقيها نيابة عن السادة الأشراف المغازية السيد حسب الله المغازي، فليتفضل. بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بهذه المناسبة السعيدة وهي تصادف ليلة النصف من شعبان ومولد سيدي عبد الرحيم القنائي البطل الجعفري الصادقي الحسيني الهاشمي، ونحن مقبلين على شهر عظيم وفيه كثير من النفحات الربانية وهو شهر رمضان المبارك، يعوده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. نشرف لأبنائنا وأبناء عمومتنا السادة الأشراف المغازية الذين حضروا هذا المجلس الشريف وتركوا بلادهم وديارهم وأولادهم وأعمالهم ليتعرفوا على أبناء عمومتهم بقنا وليصلوا أرحامهم، كما نتشرف بحضور أبناء عمومتنا السادة الأشراف الجعافرة وقياداتهم متمثلا في السيد رضا فتحي رسلان الشريف نائب رئيس لجنة الأشراف الجعافرة بمحافظة قنا، والسادة الأشراف الحسنية، والسادة الجعافرة الطيارة الزينبيين أبناء السيدة زينب بنت سيدنا الحسين رضي الله عنه، والسادة الأشراف الأضحية واليافعية والكلابية وآل كميل الدين وآل كمال الدين وآل الأمير حمد جميعا، وآل السيد أحمد بن الأمير بن محمد أبو جعفر، وجميع السادة الأشراف بقنا، وجميع من حضر هذا الجمع الكريم له منا الإعزاز والتقدير، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا فض فوق. أحسنت شيخنا. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الاجتماع الجميل الذي ضم في أحضانه جميع الأشراف، فمرحبا بكم جميعا أيها الأخوة الفضلاء. والآن مع كلمة المهندس محمد عبد السميع المغازي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الجمع الكريم، أرحب بكم في هذه الأيام المباركة، أيام شهر شعبان العظيم الذي نحتفل فيها بليلة النصف من شعبان. أرحب بكم أيها الأفاضل على تلبيتكم الدعوة، أنكم شرفتمونا وشرفتم هذا الحضور الكريم. أرحب بكم وأرحب بالسادة الذين أتوا من كل فج، من البحيرة ومن دمنهور ومن كفر الشيخ ومن سيناء. أرحب بهم جميعا في هذا المكان، كما لا يسعني أن أرحب بالسيد نشأة رسلان الجعفري الذي له يد طولى في عمل هو من أعمال جمع السادة الأشراف في محافظة قنا. كما أرحب بإخواتنا الذين أتوا من قوس وشنغور وفرشوط، لأنه لا يسعني ذكر الأسماء. أرحب بكم جميعا أيها الجمع الغفير في هذا
الاجتماع وهذا المؤتمر العظيم. أرحب بكم أنتم أبناء النبي محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أرحب بكم كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل نبي آتاه الله سبحانه وتعالى فضلا عظيما، وآتى الأنبياء جميعا وزكى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإني لا أستطيع الحديث ولدينا أفاضل من وزارة الأوقاف، الشيخ يوسف والشيخ ممدوح والشيخ محمد، سوف نستمع منهم من فيض علمهم ونستمع منهم الكثير، ولا أريد أن أطيل عليكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك وأحسنت وجعله الله في ميزان حسنات. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. إن آل البيت هم ميزان هذه البلاد، هم الأمام في هذه البلاد. لو نظرنا إلى البلاد التي بجوارنا، ليبيا، العراق، اليمن، سوريا، تبكي عليها العين، تبكي عليهم العين مما يحدث في هذه البلاد. إلا أن مصر على الرغم أنها مرت بثورة ومرت بكذا وكذا 5 سنوات أو 4 سنوات، إلا أن أهلها في رباط إلى يوم القيامة. أهل مصر الذين استقبلوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاوة والترحاب، جاءوا إلى مصر فدخلوها كما قال ربهم، فدخلوها كما قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا مصر آمنين، دخلوا بلد الأزهر الشريف آمنين فأمنوها، دخلوا إلى هذه البلاد فرقت لهم قلوب العباد. ولذلك يقولون إن المصري عاطفي بطبعه. نقول لهم نعم، المصري عاطفي بطبعه، لأنه سكن في بلده آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد يتحدث عن آل بيت المصطفى إلا رقت له القلوب ودمعت له العيون. فإن شاء الله سبحانه وتعالى مصر ستكون أمنا وأمانا ورخاء وسلاما في جميع هذه البلاد كلها. مصر هي نموذج لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ظلوا في أرجائها وفي كل مكان فيها، فما من مكان فيها لا يخلو من واحد من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. لآل البيت فضل لا يزول وفخر لا تحيط به العقول. أبوهم في الهيجة علي وأمهم الزهراء البتول، كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. صلوا على محمد وعلى آل بيته وسلموا.
أيها الأفاضل الكرماء، أيها السادة الأشراف، والآن نأتي مع كلمة فضيلة السيد الشيخ يوسف الجعفري، فليتفضل مشكورا. الشيخ يوسف خطيب الجامعة، خطيب جامعة قنا، إمام مسجد جامعة جنوب البلاد. ماشي، إمام مسجد الجامعة، فليتفضل مشكورا. مرحبا مولانا. السلام عليكم. تفضل تعال هنا. تعال. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونشكرك شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك. سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى، فيك الجمال فجل من سواك. فسمعون الصلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آله وأزواجه وأصحابه، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. أولئك الرجال إن عدوا وإن ذكروا، ومن سواهم فلغو غير معدود. أما بعد، حي الله هذه الوجوه، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونحن في ملتقى كريم نتصافح مع هذه الوجوه النيرة، نجتمع فيها على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه، المرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة رضي الله عنهم جميعا. أحسبه هذا اللقاء لقاء ذكر لله عز وجل، وذكر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، والقلوب تظمأ كما يظمأ الزرع، والقلوب تجف كما يجف الضرع. ونحتاج إلى تجلية وري لهذه القلوب، يزيلان عنها الظمأ والأصداء. في هذه الحياة الإنسان محاط بالأعداء، وأقصد بالأعداء
نفسه الأمارة بالسوء من جانب، هواه من جانب، شيطانه من جانب ثالث، ثلاثة ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعذابي، إبليس ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لذلك كان من الضروري لهذا الإنسان المحاط بهؤلاء الأعداء لشيء ينقي قلبه يقربه من ربه، ولا يكون ذلك إلا بذكر الله عز وجل. الشاهد ولا يكون بذلك إلا بذكر الله عز وجل. قال أحد الصالحين: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يعيش السمك بلا ماء؟ العلاقة بين الإنسان وربه ليست محصورة في ساعة مناجاة في الصباح أو في المساء ثم بعدها ينصرف العبد إلى هذه الدنيا لاهيا لاعبا. هذا تدين مغشوش. إنما التدين الحق أن يكون الإنسان دائم الصلة بربه بنبيه صلى الله عليه وسلم لكي يحقق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين الله بالنور أبصار الناظرين. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي قراءة القرآن، وفي ذكر الله عز وجل. فإن لم تجدوا أي الحلاوة في هذه الأشياء الثلاثة فاعلموا أن الباب مغلق. هذه المعاصي جميعها كبيرها وصغيرها لا يمكن أن تقع من العبد إلا في حالة غفلة ونسيان لذكر الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش يغفل عن ذكر الله عز وجل الله تعالى يقيد له شيطانا فهو له قرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسهى وسوس، وإذا ذكر الله خنس. كان أحد الصحابة يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة، فتعثرت الدابة، فقال الصحابي: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير كالبيت، ولكن الشاهد قل بسم الله، يعني اذكر الله بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يصير كالذبابة. بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال ربنا عز وجل: بذكر الله تهون المتاعب. جربت يوما وأنت عائد إلى بيتك كال من عملك متعب من عملك أن تذكر الله عز وجل؟ هذا ليس كلامي، وإنما كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما جاءته السيدة فاطمة عليها السلام تشكو تعبها في خدمة البيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وبجوارها الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال لها: ألا أدلك
على شيء هو أفضل لك من خادم؟ قالت بلى يا أبت. قال صلى الله عليه وسلم، الخطاب للسيدة فاطمة وسيدنا علي: إذا آويتما إلى فراشكم فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فهذه 100 على اللسان و1000 في الميزان. قيل للإمام علي أو قال الإمام علي: فوالله ما تركت ذلك منذ أن أرشدني وأوصاني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا إمام، ولا حتى يوم صفين. يوم صفين دي موقعة كبيرة قتل فيها من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حتى يوم صفين. دي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر الله عز وجل من أن ينشغل الإنسان عن ذكر الله بماله أو تجارته أو ولده أو زوجاته أو غير ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما جزاء ذلك يا رب؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينفض أي مجلس دون أن يذكر ربنا تبارك وتعالى فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون عن مجلس لم يذكروا الله فيه إلا أعزكم الله قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، يعني هذا المجلس ينقلب عليهم حسرة يوم القيامة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذكر أنواع: ذكر بالقلب، ذكر باللسان، ذكر بالجوارح. الذكر بالقلب هو أن تتفكر في كلام الله، في آيات الله المقروءة والمنظورة. المقروءة القرآن الكريم، والمنظورة الكون الشاسع الواسع من حولنا. أن تتفكر في آلاء الله، في أسماء الله، في صفات الله سبحانه وتعالى. فالتفكر ذكر. وقد امتدح ربنا عز وجل هؤلاء الذاكرين لربهم على كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وحتى ويتفكرون. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القسم الثاني ذكر باللسان. ذكر باللسان وهو يشتمل على كل قول يقربك من الله عز وجل من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة للقرآن ومدارسة للعلم وغير ذلك. القسم الثالث هو ذكر بالجوارح، بالفعل، يشتمل على كل فعل يقربك من الله عز وجل من قيام وركوع وسجود وغير ذلك. واعلموا بأن أفضل الذكر قراءة القرآن. قراءة القرآن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ من اللي يقدر يقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الأحد الصمد ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأها 3 مرات في كل ليلة؟ العلماء اختلفوا في هذا الحديث، في تفسير هذا الحديث.
ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: العلماء في تفسير هذا الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن، اختلفوا على فريقين. الفريق الأول قالوا هي ثلث القرآن باعتبار معاني القرآن، فالقرآن أخبار، أحكام، توحيد، فهو يقع تحت هذا القسم الأخير ألا وهو التوحيد، فهي ثلث القرآن باعتبار هذا المعنى. الفريق الثاني قال هي ثلث القرآن باعتبار الثواب المرتب عليه، فمن قرأ قل هو الله أحد مرة كأنه قرأ ثلث القرآن في الثواب، وسواء كان هذا أو هذا فهذه الصورة لها فضل عظيم. طولت يا أخواننا ولا نديها شوية تاني؟ أعتذر على يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار، فإنما قال إبليس: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. من أعظم الأذكار أيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه آية يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول ابن كثير بتفسير هذه الآية: الله تبارك وتعالى صلى على نبيه، ثم أمر أهل العالم العلوي الملائكة أن تصلي على نبيه إن الله وملائكته، ثم أمر أهل العالم السفلي، أهل العالم العلوي والسفلي، وهذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليه أيضا، وهذا مكسب لنا. أيها الأحبة، إن الصلاة على الحبيب شفاء، والذكر إن حل البلاء دواء. صلوا على المختار يا وفد الصفا، فالحاء تجمع شملكم والباء. شكرا لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن استمعنا من فضيلة الشيخ يوسف الجعفري لهذه الكلمة الطيبة، فهو إن قال فهو ذرية بعضها من بعض، فهو يوسف الجعفري أفاض كفى ووفى ففتح الله عليه. ولكن أقول له ما قاله الشاعر: علماء فقهاء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان. فشيخ يوسف فصيح اللسان قوي الحجة، أعطاه الله لسانا أشد من السيف، يبطر الباطل ويقول الحق، فنفعنا الله وإياكم بما قال. واللهم اجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الأحباب الأفاضل الكرام السادة الأشراف، أرحب باسمكم جميعا بآل الشام الذين جاءوا من الإسكندرية والسويس وجاءوا من بورسعيد. وكما لا يفوتني أن أرحب باسمكم بآل الخماري الذين جاءوا من إسنا، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا بين إخوانهم. فآل الخمار المغازي جاءوا لأبناء عمومتهم وجاءوا لأهلهم ليشاركوهم هذا الاحتفال، فمرحبا بهم. كما أرحب باسمكم جميعا بابن المغازي البار سيادة اللواء محمد سعيد المغازي، فمرحبا به بين أهله وبين قبيلته. كما أرحب باسمكم بالسيد منصور أبو شعيشة
الذي جاء من البحيرة فمرحبا به وأهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. بعد أن استمعنا منصتين لكلمة الشيخ يوسف الجعفري، نستمع الآن إلى كلمة السيد كمال السايح المغازي، فليتفضل مشكورا. والله إنها عن غير قصد ولا عمد، فمرحبا بك بين أهلك وناسك. تفضل الشيخ كمال السايح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، شرفتونا. وأخص بالذكر اللي تنسوا عن غير قصد أهل سمهود، أهلا وسهلا بكم جميعا، شرفتونا. وأهل شمهور وجميع الحاضرين من جميع المحافظات وأبناء العمومة جميعا مرحبا بكم وأهلا وسهلا، شرفتونا. قد نكون نسينا حد فأعتذر نيابة عن الكل. كلكم مرحب بكم وأهلا وسهلا. تمام. كلكم مرحب بكم وأهلا وسهلا بكم، شرفتونا. اللي ذكر اسمه او اسم عائلته او من نسيناه عن غير قصد، مرحب بكم جميعا، واحنا في قمه السعاده بوجودكم معنا وسط اهلكم وابناء عمومتكم جميعا. ونتمنى من الساده القائمين مشكورين ان يكرروا لينا الفعل ده مش على الفترات الطويله. نتمنى انه كل 5-6 شهور كل سنه على اقصى تقدير يكون لنا اجتماع، كل مره هنزداد فيه اعلى من المره اللي قبلها، كل مره هنتواصل، كل مره هنتعارف، كل مره صلات الارحام والتواصل ما بيننا هيزيد. وثقوا تماما ان التواصل دايما فايده لجميع الاطراف. انت النهارده لما تروح البحيره هتلاقي ليك ابناء عمومه، انت النهارده لما تروح دمنهور هتلاقي ليك ابناء عمومه، انت النهارده لما هتروح في اي حته في المحافظات، في الطور، في سينا، ليك ابناء عمومه، مش بس ابناء عمومه، تعرفهم يعرفوك، تعلم اسمائهم يعلموك، تعلم نسبهم يعلم نسبك. فاهلا وسهلا بكم جميعا، واهلا وسهلا بالسيد نشأت وعم حسين والسيد محمد جعفر. ونشكر المهندس محمد عبد السميع على حضوره واستضافتنا جميعا، ونشكر جميع الساده الحضور، واهلا وسهلا بكم، ونتمنى نشوفكم دائما ان شاء الله على خير. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شيخنا. أكرر ترحيبي بكم جميعا، فما كان من خطأ أو نسيان فألتمس منكم العذر. مرحبا بكم جميعا. الكلمة الآن الشيخ ممدوح محفوظ، لفضيلة الشيخ ممدوح محفوظ، فليتفضل مشكورا. تعالى تفضل يا مولانا. تفضل تعالى على الكرسي. تعالى تفضل. لا ماشي الموضوع على الكرسي. جلسة حق المكان. خد يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، النبي الأمي الكريم، علم المتعلمين، صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الجمع الكريم المرحوم برحمة الله ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم في شهره، وهو شهر شعبان المبارك، كما جاء في الحديث: شهر رجب شهر الله، وشهر شعبان شهري، وشهر رمضان شهر أمتي. في شهر شعبان
أنزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بها أخي الفاضل الشيخ يوسف إمام وخطيب مسجد الجامعة، والعبد الفقير إمام وخطيب مسجد سيد عمر بقنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على رسول الله. حق واجب، حق واجب على كل مسلم حي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والبخيل عندي من ذكرت ولم يصلي عليه. صلوا على رسول الله. لا عالي من آل بيت رسول الله سمعون الصلاة على رسول الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فأقل مكافأة أن تدعوا له بالصحة والعافية وتشكروه. فأشكر كل من حضر معنا وليس من بلدتنا من أمثال الدكتور ووفده الكريم وأعمامنا وآبائنا أهل سمهود وأبناء عمومتنا من بلدتنا قنا وقراها. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم مكانا من الجنة. جمعكم الله سبحانه وتعالى على قلوب طاهرة ينظر لها الرب سبحانه وتعالى، فإن الرب رب قلوب وليس رب صور. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في ليلة المعراج وصل إلى سدرة المنتهى وزج به في النور الإلهي، فترك الحق سبحانه وتعالى الأمر معه. سل يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أسأل يا رب، كأنه يقول لمولاه سبحانه وتعالى لم تعطني شيئا اتخذت إبراهيم خليلا وموسى كليما وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص وداود ألنت له الحديد وسليمان أعطيته ملكا عظيما وسخرت له الريح. كأنه يقول لمولاه لم تعطني شيئا ولم تبكي لي شيئا، فرد عليه المولى عز وجل يا محمد قد اتخذتك حبيبا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الحق سبحانه وتعالى، فأنتم أحباء الله عز وجل بهذا اللقاء وأحباء النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ذهب إلى لقاء أخيه في قرية من القرى لوجه الله لمحبة الله وللأخوة في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجة الطريق ملكا. إلى أين ذاهب؟ قال إلى أخي. ألك شيء عنده؟ قال لا، إنما ذهاب لوجه الله عز وجل وللأخوة التي بيننا. فقال الملك أحبك الله الذي أحببته فيه، فأحبكم الله عز وجل بهذه الخطوات التي مشيتموها من أجل الأخوة في الله عز وجل والتعارف على تقوى الله والتعاون على حب الخير والعمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نخبر إذا أحب المسلم أخاه أن يخبره أنه يحبه. يا رسول الله أحب فلان،
أخبره؟ قال نعم أخبره. ففضيلة الدكتور من نبراته الجميلة وكلماته الرصينة وأفكاره الثقيلة يبرهن بلسانه الجميل بلسان حاله أنه يحبكم في الله عز وجل. فأقول له باسمكم جميعا طبت وطاب ممشاك وتبوأت مكانا من الجنة. سمعت أنك دكتور، زادك الله فصاحة ولا أسقط الله لك حسا. فالأخوة في الله ليست كلمات، وإنما هي أفعال وسلوك وأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجميع، فبأخلاقه الجميلة جعل الكافر يسلم بأخلاقه، بسلوكه، بقلبه الطاهر، بمعاملته الحسنة. في طريق من طرق مكة وقابل امرأة يهودية ومعها شيء ثقيل، فقال له يا أخا العرب احمل علي، فقال لها يا أخا الله بل أنت أحملي علي. فقابلته فلا تؤمن به ولا تسلم عليه، فقال لها يا أمة الله أما تعرفي محمد بن عبد الله؟ قالت له لا. قال لها أنا عليكم رجل من أهل الجنة نفسه هو. فسيدنا عبد الله بن عمرو زي ما بيقولوا كده كدبة بيضة، بس هي مش كدبة بيضة، تعليم عشان نتعلم. فطلع ورا الراجل قال له سيدنا محمد لما يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فزعلت بيني ما بين أبي وحلفت ألا أبيت عنده 3 أيام، أتأويني عندك تبيتني عندك ال3 أيام دول؟ قال له تفضل ركز عليه خليك من هنا. طيب فديك الراجل بيصلي العشاء شايف الجماعة دول وينا ما يصحاش إلا خلاف على صلاة الفجر، بس كل ما بيتقلب بيقول لا إله إلا الله، كل ما يتقلب يصلي على رسول الله، كل ما يتقلب يذكر المولى عز وجل. كيف اليوم الثالث قال له قل لي لا أرى لك عمل كثير يوصلك إلى الجنة. إزاي أخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنك أنك من أهل الجنة؟ قال له اسمع يا هذا، أضع رأسي على الوسادة وقلبي خالي من الحقد والحسد والضغينة على أحد. سيدنا موسى عليه السلام كانت عنده غبطة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، فيقول يا رب عبد من عبادك يأتي من بعد يؤمن به الكثير وأنا من قبله يؤمن بي القليل. حصلت عندي غبطة، ومعنى الغبطة التمني بخلاف الحسد. الحسد زوال النعمة، ولكن الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل أخيه. فسيدنا موسى بيقول المولى عز وجل يا رب أرى في نور عرشك رجل تائه في نور عرشه، من هذا؟ فقال له المولى عز وجل يا موسى لا أخبرك عنه ولكن أخبرك عن فعله. ما هي الأفعال؟ قال قلبه خالي من الحسد والحقد والضغينة، وكان لسانه يذكر المولى عز وجل، وكان يطيع والديه ولم يغضبهما قط. صلوا على رسول الله. شايفكم طيرين أنا مع سيدنا محمد كمنزل النبي صالح. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في مثل هذه الاجتماعات الأخوة في الله والحب في الله، الإخبار
عن هذا الحب بقلوب صافية وعقول مفكرة إلى الخير والاتجاه إلى العمل الصالح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على كلمة واحدة، وأن يجمعنا متعاونين متآخين متحابين في الله عز وجل. ونسأل لهذا الجمع الكريم أن يجمعكم في مثل هذه الأيام في هذا المكان وفي بيت الله الحرام. وأشكر القائمين على هذا الاجتماع المبارك، جزاكم الله خيرا، وفقكم وسدد خطاكم لما يحبه الله ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرزق لك الدنيا من العدم. اللهم صل على محمد لولا الأخ بتاعك يا محمد حسين، الأخ بتاع الفراشة بس يجي يفتح لنا الحتة اللي ورا دي. محمد حسين، الأخ بتاع الفراشة بس يجي يفتح لنا الحتة اللي ورانا. لا فض فوق فضيلة الشيخ ممدوح محفوظ الذي أمتع أسماعنا بكلمته النيرة، وجمعنا الله وإياه في مستقر رحمته ودار مقامته. والكلمة الآن أيها الفضلاء لفضيلة الدكتور نشأت رسلان الجعفري نائب لجنة السادة الأشراف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا الشرف أني أرحب بأبناء أمتنا الحاضرين والقادمون من شتى أنحاء جمهورية مصر العربية جميعا، أبناء سيدي الإمام جعفر الصادق، السادة المغازية والسادة الجعافرة، وجميع أبناء عمومتنا القادمين من كل مكان. كما أرحب بأبناء عمومتنا من مراكز محافظة قنا، السادة الجعافرة الطيارين، أبناء ستنا السيدة زينب آل سمهود أبو تشت، وناسنا ناس الشامي، وجميع الحضور الذين تجمعوا جميعا بهدف وصل الأرحام. إن تجمعنا اليوم هدفه العام وصل رحم، أفضل وأطهر رحم في الدنيا والآخرة، رحم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لنا الشرف جميعا أن نلتقي ونتجمع من أجل وصل هذا الرحم العظيم الذي أنجب للبشرية أعظم خلق الله بعد جدهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هذا الرحم أم هاشم ستنا السيدة زينب لابد أن تذكر أولا، صاحبة الفضل العظيم، لولاها ما كنا أبناء سيدنا الحسين. هذه العظيمة التي لا يوجد في الدنيا من يعادل شرفها، إنها بنت فاطمة الزهراء والإمام علي كرم الله وجهه، أخت سيدة شباب أهل الجنة سيدنا الحسن رضوان الله عليه وسيدنا الحسين رضوان الله عليه، حفيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء
هم أجدادنا وعلى منهجهم فنحن نسير. فوصل الرحم لهذه العائلة هي من الواجب والفروض التي لا بد أن نمشي عليها. من العظيم ومن حسن حظنا أن نكون من سلالة هؤلاء العظماء، لكننا نمشي في هذه الدنيا أو هذه الدنيا لنشر الأمان والرحمة بيننا وبين الآخرين من كل البلاد ومن كل الأجناس. هذه رسالة جدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أننا لا نزكي أنفسنا على أحد ولسنا سادة على أحد، نحن سادة أنفسنا فقط، والآخرين هم الذي يعطون اللقب لآل البيت. احنا ماشيين على طريق ومنهج جدنا الحبيب المصطفى، والذي أكده سبحانه وتعالى المولى عز وجل، الذي دائما كان يؤكد أننا أول صف بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكد لنا أن محمد رسول الله والذين معه. أي رجل؟ الذين معه أولا، أولى لك أولى فأولى أهله ثم المؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جاوبنا تاني في وسط الأمة الإسلامية، بس احنا المصد الأول اللي مسؤوليته نشر مكارم الأخلاق بين الأمة الإسلامية وغير الإسلامية، ونحن الذين يجب علينا تنفيذ توصية ووصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. وصانا الحبيب المصطفى بآل مصر، هذه البلد التي لن يتغير اسمها أبدا إلى يوم القيامة. السعودية ونجد والحجاز ومش عارف ايه وكل يوم تاني اسم كل بلد إلا مصر. من يعرف ثقافة الشعب المصري من البشر؟ لا أحد إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أعطانا العلم بأن خير أجناد الأرض في هذه البلد. طب هذا الشعب في رباط إلى يوم الدين أو إلى يوم القيامة. ليه؟ عشان اتوجد في كل شبر من هذه الأرض أوتادا هم آل البيت في كل مكان. هذه الذرية المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية هي الرحمة والأمان بيننا وبين الآخرين. أوصانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على آل مصر خيرا إن لنا فيهم نسبا وصهرا. يعني لما يجي المأمور يديك كارت ولا مدير الأمن ولا السيد المحافظ يديك كارت ويقول له خد بالك ده نسيبي، تقوم انت تعمل له واجب ما حصلش. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هم آلة لي فيهم نسب ولي فيهم سهم، يبقى نعمل ايه معاهم؟ نشيلهم على اكتافنا نشيلهم على رؤوسنا. هو ده أدب آل البيت اللي هينشروا دايما مكارم الأخلاق في مصر، وهم اللي محافظين على مصر، وهم السد المنيع في مصر، وهم اللي هيقفوا دائما في الصفوف الأولى، وهم الذين يتصفوا بصفة خير وأجناد الأرض. جمعكم الله دائما بالخير، أوجدنا معكم دائما في مناسبات عظيمة مثل هذه المناسبة. مرحب بكم جميعا. أوصيكم بالتمسك
في هذا الرحم ووصله، لأنه يساعد وجودهم، يساعد على وجود الأمان والمودة والمحبة بين جميع القبائل. أنتم الوحيدين التي لكم علاقات طيبة بكل البشر في كل مكان. يمتعكم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات دائما، ويجعلكم دائما ناشرين لمكارم الأخلاق التي وقف وعاش من أجلها حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شاكرين لكم جميعا، والحضور العظيم، والأستاذ محمد جعفر ابن عمنا المغازي اللي هو جه هو وناس البحيرة وناس سينا وناس مطروح وناس أسوان المغازية وكل المغازية في كل مكان، أبناء سيدي محمد المغازي فوق راسي من فوق جميعا. ربنا يكرمنا فيهم وبركاتهم جميعا، ربنا ما يمنعنا ولا يبعدنا عن بعض أبدا دائما باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك السيد الدكتور نشأت الإسلام، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الوصال ممدودا. أما عن آبائنا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فآباءنا شرف للدنيا كلها، مش شرف لنا احنا بس، شرف للدنيا كلها. أما عن قنا وأهل قنا فحدث ولا حرج، فإن قنا من القلب بمكان، لها ما لها في القلب، ونحن نحبها وندلها. ودليل على حبنا لها أن نأتي من بحر في الوقت الحار له إلى قنا. هم يقولون أن تذهبوا إلى حفلة ماشي، لكننا أصررنا وجئنا والحمد لله، ونقول لهم انزل بساحتهم تسعد بهم عروبا، يحموا النزيل ولا يؤذى لهم جار. فهم أهل قنا، وإن شاء الله عشمي في الله سبحانه وتعالى أن يكون تجمع الأشراف على مستوى العالم مش على مستوى مصر، أن يبدأ من هنا من قنا، أن تكون لهم الصدارة وأن يكون لهم قدم ثقة في ذلك، أن يجمعوا الأشراف كلهم، وأن يجتهدوا في تجميع كل من هو شريف، لأن الأشراف هم رمانة الميزان، بهم يتحقق مراد الله من خلقه، وبجدهم أنبياء الله قد ختموا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهبوا أيها الأشراف، هبوا جميعا، وقفوا على قدم وساق، وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، جدكم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكل يفخر بمحمد ففخر الأشراف بمحمد فخر خاص له. هم أهل بيته، هم أهل بيته، وأخو الرجل صنو أخيه، أو كما يقولون ابن الرجل صنو أخيه، فهم أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. يكفي أن فيهم نقطة دم في دمهم من دم الرسول صلى الله عليه وسلم، من دم جدهم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن على كل واحد فيكم مسؤولية هو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. إيه هي هذه المسؤولية؟ أن يجمع ولا يفرق، أن يجمع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصرة الإسلام ستكون بآل بيته إن شاء الله. لا أريد أن أطول عليكم في الحديث، أطيل عليكم في الحديث. والكلمة الآن للسيد المهندس محمد أحمد عبد العالي الجعفري الشهير بأبو علي الطمراني، فليتفضل مشكور. فرح زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطهار، أحبابه وأتباعه وأزواجه وأنصاره، بنية الشفاء يشفينا يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة.
ومن شيخ إلى شيخ إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله. فاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي علم العثرات فسطرها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى منهم السيئات. فله الحمد مليء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حيات الرمال في الفلوات، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماء، وعدد الحركات والسكنات. سبحانه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا مفرج الكربات إلا هو، ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو، ولا سامع للأصوات إلا هو. ما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اقتشر القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قام في خدمته وقضى نحبه في الدعوة لعبادته، وأقام إعوجاج الخلق بشريعته، وعاش للتوحيد ففاز بفلته، وصبر على دعوته فارتوى من نهر محبته. صلى عليك الله يا علم الهدى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا نحمده ونستعينه ونشكره على ما أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأصلي وأسلم على صاحب العلامة والضحكة البسامة سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله. إذ يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تشرفنا اليوم بلم شمل السادة أبناء السيد حسين الفاس المغربي الذي جمع شمل السادة المغازية والجعافرة وأبناء السيد محمد أبو الجعافر. وهذا المؤتمر يحث على التخلق بأخلاق آل البيت وخلق جدهم صلى الله عليه وآله، والبعد عن التعصب والاعتصام بحبل الله جميعا، وعدم الفرقة والترابط والتراحم بين أبناء السادة الأشراف، وهذا عن جدهم صلوات ربي وسلامه عليه. ونحمده الله ونشكره على كثيرا على ما أنعم علينا من نعمة الكثير، وندعوه جل وعلا أن يحفظ السادة الأشراف في كل مكان. وأذكر كلمات الشاعر إذ يقول سيدنا علي بن أبي طالب: أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله سيفين وطعن برحمين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل
أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكسين والقاصدين والمجاهدين أعداءهم الصابين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب لله ورسوله من المؤمنين، وأول السابقين وقاصد المعتدين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين الله، وولي أمر الله، وبستان حكمة الله، وعيبه علمه سمع كسخي به بهلول زكى الضحي، رضي مقدام همام، صابر صوام، مهذب قوام، قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا، وأمضاهم عزيمة وأشهدهم شتيمة، أسد باسل يطحنه في الحروب إذا ازدلفت الألسنة وقربت الأعنة، طحن الرحي ويصدروهم فيها ذروة الريح، الهشيم ليس الحجاز وكبش العراق، مكي مدني كفي عقبي بدري أحدي، شجري مهاجري من العرب سيدها، ومن الوجه ليسها، وعرس المشعرين أو السبطين الحسن والحسين، ذلك جدي علي بن أبي طالب. ثم قالت له فاطمة أنا ابن فاطمة، قال الحسن والحسين أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكر عام للسادة المغازية الذين استضافوا هذا الحفل الكريم، وشكر خاص للسادة آل الشامي المغازي بشنهور، ودعوة خاصة من السيد أحمد الشامي بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله زواج ابنته على السيد إبراهيم ابن السيد محمد الشامي المغازي، والدعوة عامة للجميع. شكرا. أتدرون ماذا قال الأخ الكريم في أبيات الشعر؟ ولمن هذه الأبيات؟ ما قاله الأخ الكريم هو كلام سيدنا عبد الله زين العابدين ابن الإمام الحسين عندما أخذوا سبايا ووقف بين من سبوهم يذكرهم أنه ابن الإمام علي وابن السيدة فاطمة الزهراء، فتح الله عليك وزادك وشرفنا بك إن شاء الله. شكرا للسيد المهندس محمد أحمد عبد العال الجعفري الشهير بمعالي الدمرانية على كلمته النبيلة. ولا يسعني برضو أيضا أن نشكر باسمكم جميعا الفارس الغائب الحاضر ابننا محمود سليمان، هذا الشاب الذي جاء من العامرية إلى هذا المكان ليشارككم هذا الاحتفال، فمرحبا به وأهلا وسهلا. والآن مع كلمة علم من أعلام قنا وسيد من ساداتها الشرفاء، ألا وهي كلمة الدكتور السيد الدكتور عربي أبو زيد الجعفري، فليتفضل مشكورا. تعال من هنا عشان تسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حمده حمد الحامدين، وأصلي وأسلم على نبيه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أي معلم هذا وأي إنسان، هذا المطرع عظمة وجلالا وبهاء. ألا الذين اتبعوه لمعذورون، والذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. محمد بن عبد الله. فمهما تتبارى الأقلام والأفهام
عازفة أناشيد محبته فكأنها لن تبرح مكانا ولن تحرك بالقول لسانا، عليه أفضل الصلاة والسلام. المنصة الكريمة سيد محمد جعفر، سيد حسين المغازي، باشمهندس محمد عبد السميع، السادة الحضور جميعا، أبناء العمومة من كل أنحاء جمهورية مصر العربية، نرحب بكم على أرض قنا، هذا المكان المبارك الذي جمع كل من حضر. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، فكل واحد فيكم فيه رسول الله، وما ذكر الحبيب المصطفى في مكان إلا كان فيه، فهو موجود معنا عليه الصلاة والسلام. وأصعد بكم من الأرض إلى السماء، ونحن تظللنا في هذه الأيام ذكر الإسراء والمعراج. فعندما تعدى الحبيب المصطفى مع سيدنا جبريل ووصل إلى سدرة المنتهى، فقال له سيدنا جبريل: تقدم يا محمد. فقال له: أفي هذا المكان يترك الخل خليله؟ فقال له: يا حبيب الله، والله لو تقدمت لاحترقت، ولكن إذا تقدمت أنت اخترقت. نعم، لا بد أن يخترق، لأنه نور من نور، بل نور أعلى من نور، فهو من قبس من نور الله سبحانه وتعالى. فقال له: مهلا يا حبيب الله، توقف فإن ربك الآن يصلي. فقال له: يا أخي يا جبريل، أيصلي ربي؟ فقال له: نعم. فقال له: وماذا يقول في صلاته؟ قال: يقول في صلاته: سبحاني سبحاني، سبقت رحمتي غضبي، والصلاة على حبيبي محمد. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نور، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى نهاية الآية. فعندما سئل سيدنا جعفر ما المقصود بالنور في هذه الآية، قال: جدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعندما صعد الحبيب المصطفى من عند سدرة المنتهى بيد القدرة الإلهية، وعندما وقف على البساط فتذكر بأنه يلبس نعلي، فدار في خلده ما دار بين الله وبين موسى. عندما وقف سيدنا موسى على جبل الطور فهم فأمره الله أن يخلع نعليه، فتراجع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الخلف، فقال له: حبيبي، نحن نريدك كما أنت، ونعل محمد على رأس هذا السماء على. فقال له: يا حبيبي يا محمد، لا بالك بما دار بيني وبين أخيك موسى، فموسى طالب وأنت مطلوب، موسى عاشق وأنت معشوق، موسى محب وأنت محبوب، والله لولاك ما خلقت موسى ولا غير موسى. فعندما خلق الله سبحانه وتعالى الكرسي تململ الكرسي. أتدرون ماذا مكتوب على الكرسي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدار الحوار بين الكرسي وبين الحبيب المصطفى، فقال له: والله يا حبيب الله، عندما خلقني ربي أخذتني الململة، عندما كتب علي لا إله إلا الله ما اطمأنيت وسكنت إلا عندما سطر علي وأن محمد رسول الله. ذلك هو نبيكم فتعرفوا عليه، أفضل من أن تتعرفوا على غيره، لأنكم جزء منه، ولا بد أن نتخلق بأخلاقه حتى نكون رسلا في الأرض للآخرين نهديهم إلى طريق الصواب. والحبيب المصطفى نور، فهو صعد نجم وهوى نجم، والنجم إذا هوى. فعندما رأى سيدنا محمد صلى الله عليه ربه
عندما سأل سيدنا موسى أن يرى ربه فقال هذا نور ادخرناه لحبيب اصطفيناه فلن يراني إلا حبيبي محمد، فاختلطت بصيرته ببصره فرأى فأصبح نورا لا يرى إلا نورا، فنزل من عند الله سبحانه وتعالى يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى، فقال أنا لست أحدكم كأحدكم أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وحتى لا أطيل عليكم، كان في يوم من الأيام شديد الظلمة، وكان عند الحبيب المصطفى رجلين من مكة يسهران عنده ويتداولان معه، فعندما هم أن يذهبا إلى بيتهما خرج خلف بيت رسول الله، فأصبحوا الطريق مظلم لا يرون أمامهم ولا يرون خلفهم، فخاف من الذهاب إلى بيتهم، فخرج الحبيب المصطفى وقبض قبضة من الهواء وألقاها أمامهم، فإذا به نور يسري أمامهم يمشون خلفه، وإذا بطريق يفترق أحدهم يمينا والآخر شمالا، فعندما وصلوا إلى مفترق الطرق انقسم النور إلى قسمين، قسم إلى اليمين وقسم إلى الشمال. فالحبيب المصطفى نور، فلا بد أن نهتدي بهذا الهدى وأن نجمع ولا نفرق، أن تكونوا دعاة أمن وسلام لهذا البلد الذي هو محمي من الله بكم وبآل البيت. وأكررها وأقولها، في سيل 97 رأى أحد الصالحين السيدة زينب وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن يمسكون بأبواب ويقفون أمام هذا السيل، فما وصل إلينا من هذا السيل هو عبارة عن بقايا الماء الذي تسرب من الفتحات التي هي موجودة في هذا الأبواب، فما بالكم لو تركوا الأبواب لغرقت مصر ومن فيها. لا بد أن نقف خلف قيادتنا، فالقيادة منكم والريادة لكم، فمصر محفوظة بكم، فلا بد أن تكونوا دعاة أمن وسلام، نقف خلف دولتنا نحافظ عليها، فمصر محفوظة بكم وبكم تحفظ البلدان. أقول قولي هذا وحتى لا أطيل عليكم أشكر لكم هذه الدعوة الشريفة الكريمة التي إن شاء الله سوف تكرر في أماكن كثيرة في محافظة قنا وأسوان والبحيرة وسيناء وكل البلدان، فأي بلد أنتم تحلون به كأخمار يهتدى بكم. أشكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الشيخ يا دكتور عربي، أفتح الله عليه. شكر الله لك يا دكتور عربي، والحمد لله دكتور عربي أمتع أسماعنا، الحمد لله كلام يعني يوزن بالذهب. والآن مع كلمة السيد الشريف الدكتور وحيد الشامي، فليتفضل مشكور. السلام عليكم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا صراحة طلبت الكلمة، بس طلبتها حبا في رسول الله أولا، وفي جمعكم ثانيا، وكل من جلس على المنصب. تحية من أخوكم وابن عمكم والمجموعة اللي حاضرة من معاي. أنا جاي من السويس، وابن عمي جاي الأستاذ وليد جاي من اسكندرية، والأستاذ أحمد الشامي جاي من الشرقية. فحبينا نقول تحية لكل بيت وكل عائل من عوائل البيت ورب البيت من ولاد عمومتنا، كبير وصغير. تحية مننا لولاد عمومتنا
واهلنا وحبايبنا على المنصه كلهم كل باسمه. اعذروني او اعذرونا ان احنا ضيوف على المضيف، لا نعلم اسماءكم ولا نعلم مسمى اسركم فاعذروني. فالتحيه منا لكم جميعا كبيرا وصغيرا، متحدث ومن لم يتحدث. تحيه للمغازيه، للشوام، اهلنا، ولاد عمومتنا بكل عوائلهم، بخالص الحب والود. جينا محبة في رسول الله وحبا في التواصل بحضراتكم، إخوة وأولاد عمومة وأهل وعصب ونسب شريف بإذن الله. أشكركم وما حبيتش إن أنا أطول عليكم. شكرا. والله يشرفنا بيك يا دكتور. شرفنا بيك طيب وسعدنا بيك. بعد أن استمعنا هذه الكلمة الطيبة للدكتور وحيد الشام المغازي، ونقول له نحن نرحب بك، فمرحبا بك وأهلا وسهلا بين أهلك وناسك وأهل قبيلتك. مرحبا بك في مدينة قنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه ومن معك طبعا أن تكون هذه لا تكون آخر المقابلات أو حضورك، يجب أن تكونوا يعني على رأس كل مؤتمر إن شاء الله، ونحن ندعوكم دائما بإذن الله. شكرا. ماشي. السلام عليكم. سلام. طيب أنا عاوزكم تنصتوا بقى جيدا، لأن جاي حاجة حلوة لكم. ابن من أبناء المغازيين يعشق هذا البلد ويموت في ترابها، يتكلم عن مصر أسكت الجميع. إذا تكلم فالكل ينصت. إنه شاعر المغازية الأصيل السيد الشريف طاهر عبد الرحمن المغازي، ابن محافظة البحيرة، الذي دائما تكون كلمته في كل مكان لها صدى. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمتع أسماعكم بما يقول، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مرحب بكم جميعا من كل المحافظات ومن كل البلاد وكل الحضور. فيعني الشعراء قالوا في آل البيت كتير، ولكن هم استدعوني عشان نقول حاجة عن أم الكل، أم الأشراف وأم الأخبار وأم العرب وأم المسلمين، وهي مصر. فبنقول مصر هي أم العرب، مصر هي أم القبط والمسلمين، مصر هي أم الحضارة منذ آلاف السنين، مصر اللي فيها جيش وشرطة مدربين، وفيها قائد عسكري ووزير أمين، يظهر عليها فجأة ناس من طبعهم غدر وخيانة وبلطجية ومجرمين. ينفع في مصر؟ يا أهل مصر المخلصين، مصر مصر اللي دايما يذكروها في التاريخ، مصر اللي زارت أرضها أم المسيح، وكان معها طفلها اللي اتولد منها فصيح، ولما شاورت له نطق وقال أنا من الأنبياء المبروكين. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. مصر مصر هي الأم للأمم الكبار، مصر اللي حارب شعبها ورد التتار، مصر اللي دايما يذكروها ليل نهار بأن جوها الأنبياء متشوقين. مصر مصر اللي لو تحكي عليها تقول كتير، مصر اللي فيها شعب يعشقها بضمير، مصر اللي ربك قال عليها في خير كتير وقال اهبطوا فيها لكم يا سائلين، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم.
مصر هي أم الحضارة والثقافة والريادة والعلوم، ولما جاه الظلم حست بالهموم، فقام شبابها وانطفى طخر سماها من الغيوم، وقام بصورة بيها هد الظالمين. مصر اللي يعرف شعبها بيه يفتخر ويقول ده شعب كريم وللعالم بهر، مرضاش بظلمه وقام على الظلام قهر، دمه ضحية وعبرة للناس أجمعين. مصر هي أم الحضارة كلها، كل القلوب المخلصة في شعبها، ربك خلق نيلها وطهر أرضها ومحصنة بالأولياء الصالحين. مصر اللي لو تقرأ التاريخ تشهد لها، لأن أم الأنبياء من أرضها، الست هاجر أم سيدنا إسماعيل اللي الكريم اختصها وفتح لها زمزم في ميتها دواء للشاربين. مصر هي أم الحضارة والأمان، فيها المودة والمحبة والحنان، ربك ذكرها في كتابه من زمان، قال ادخلوها بالسلامة آمنين. مصر هي أم العرب وأم القبط والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأشراف الأعزاء، سعدنا بلقائكم، ولا يسعنا في النهاية إلا أن أشكر أولاد غانم المغازي بفقرة القناوية، فمرحبا بهم وأهلا وسهلا، وإن كنا نسينا فالخطأ منا ونعتذر لسيادتكم. ندعوكم للوقوف تحية لصاحب هذا العرس، ألا وهو السيد الشريف حسين عطا المغازي، شيخ قبيلة المغازية بالوجه القبلي، فلنتفضل. شكر الله لكم جميعا، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم في القرآن. والختام مع القرآن الكريم للشيخ خالد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من
شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي اللهم صل عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ودع أذاهم وتوكل
على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله